سلام سلام حبوباتي، شوفوا معايا هذيك شخشوخة تجيكوا الكعبة وحدها صوص بيضة. انا من نوع البنات اللي نحب نطيب الماكله كلها كصوص بيضة، ما نحبش الاحمر ياسر. نطيبه مش ما نطيبوش، بصح ما عنديش فيه حاجه. شوفوا معايا كيف ما تجيكوا الكعبة وحدها وبنينه تهبل تهبل تهبل. هنا راني درت كونتيتي صغيره برك عقدنا. ها هي شخشوخة هذه شرقية، عندنا حمص وفلفل وطرف تاع دجاج ورصع بصل كي يكون كبير وشوي سنة ثوم مش ياسر، شوي برك ومرصوات تاع زبدة وشوية زيت نقليو فيهم هذاك الدجاج. نخلي الدجاج يتقلى، كي يتقلى لي الدجاج نزيد نروح نرحي هذاك البصل والثوم ونحطهم من فوق. فوالا، وبعد ما تقلى حطيت هذاك البصل والثوم، نزيد نخليه يتقلى. كي يتقلى مليح نزيد لي زيبيس اللي هما ملح وفاح شويه برك مش ياسر، فلفل اكحل وقرفه، ونخليهم حتى هما يتقلوا. هنا البنات نزيد الحمص فوالا مع هذاك البصل والثوم ولي زيبيس اللي حطيتهم. ها هما قاعدين يتقلوا. اني نحب البنات الحار، سي بور سا نزيد هذوك القرون تاع الفلفل الحار الاحمر الصغار. هنا الشخشوخه راح ندير نص ساشيه برك الكونتيتي يعني اللي تكفيني. ندهنها بشويه زيت فوالا، ومن بعد نحطها الفوره الاولى. هنا هذيك الدجاج تاعنا بعد ما تقلى مليح 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 مع البصل والليزيبيس والحمص وكلش، نمرقوا شويه بالماء، ما دافي برك ولا عادي ولا عدير برك. المهم ها هي الشخشوخه تاعنا نحطها تفور الفوره الاولى حوالي ربع ساعه. من بعد نحاها البنات ونزيد لها قيس نص كاس ماء هكاك فوالا، ونخلطها ونخليها بجيه. من بعد لاصوص هي لاصوص نزيد نمرق شويه ونحطها تفر للفوره الثانيه، ونحط القرون تاع الفلفل الحارين في لاصوص تاعنا كي يدخل كي الدجاج يدخل الطياب. من بعد نحط هذيك الشخشوخه في يعني الحاجه اللي راح تجمروا فيها، انا نجمر في هذه برك، ونحط عليها ذاك لاصوص بعد ما يكون يعني خثار خلاه، ونخلي الكونتيتي يعني اللي طيب بيها عادي عينك ميزانك. فوالا نخليها تتجمر تشرب لي ذاك لاصوص كامل، من بعد زينوها كيما تحبوا. ها هي والله هي البنات تجيب بنينه مش نورمال، وجربوها واذا يعني عجبتكم رجعوا لي في التعليقات، وديما نقولكم البنات خلوا لي في الصور في الفيسبوك.